السلام عليكم. اتكلمت في الفيديو فات عن تسخين والورم اب وانك تلعب استرتشات امتى، او الاطالات اللي بتعملها، او الاسترتشات الثابته والاسترتشات المتحركه الديناميك والاستاتيك امتى. بس في ناس اتلخبطت في الفيديو ده عشان ما كانش مترتب كويس، فالنهارده هختصر لك الفيديو ده وهرتبه لك في السريع. يلا بينا. No, there ain't no stopping us. اول حاجه اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات وهو الورم اب او التسخين، انك تلعب كارديو قبل التمرين عشان تعلي من درجه حراره جسمك ومن الهارت ريت بتاعك، او انك ترفع ضربات قلبك ودرجه حراره جسمك ودرجه حراره المفاصل عشان ما يحصلكش اصابات. فدي اللي هي كانت 10 دقايق مثلا كارديو على التريد ميل او على الماشين، او حتى انك تلعبها بوزن جسمك جامبين جاكس والكلام ده، او انك تجري مكانك. والحاجه التانية واللي اتكلمنا عنها بعد كده وهي الدايناميك ستريتش، هو انك تعمل ستريتش متحرك او في حركه، انك تحرك جسمك وتحرك مفاصلك وتحرك العضلات اللي انت داخل تتمرنها النهارده عشان ما يحصلش اصابات، وعشان العضله تتهيأ ان انت داخل على تمرين او داخل على مجهود. وبعد كده واخر حاجه وهي كانت الاستاتيك ستريتش اللي معظم الناس بتعملها قبل التمرين، ودي مش صح، لان الاستاتيك ستريتش او الاسترتشات الثابته اللي هي انك تبقى مثلا واقف تحاول تنزل توطي تلمس مشط رجلك او تبقى كده حركه ثابته، دي بتعمل اطاله للعضله وبتعمل لها كول داون. كول داون ده اللي هو تهدئه، ان انت تعملها بعد التمرين. اكيد جسمك مش محتاج او العضله مش محتاجه تهدئه قبل التمرين، ده مش صح، وده طبعا بيؤدي لاصابات كتير. شفت ناس كتير اتصابت بسبب كده، لان انت هنا لما بتعمل الحركات دي او الاطالات الثابته اصلا جسمك او مخك بيوصل اشاره لجسمك او لعضلاتك ان هي تهدى او تعمل كول داون، وده طبعا مش صح. ودي كانت غلطه معظم الناس بتقع فيها، هي انها تعمل استاتيك ستريتش قبل التمرين. نيجي بقى نرتب الفيديو او نختصر الفيديو بسرعه. اول حاجه قلنا عليها الورم اب، هو انك تلعب 10 دقائق كارديو قبل التمرين، انك تهيئ جسمك وترفع من درجه حراره عضلاتك وجسمك ومفاصلك وتبدا تدخل تمرينك. تاني حاجه وهي الدايناميك ستريتش، هو انك تعمل استريتش او حركات دايناميك او استريتش في حركه عشان العضله تبقى اكتف معاك وتبدا تتهيأ للتمرين. واخر حاجه واهم حاجه وهي الاستاتيك ستريتش، يكون بعد التمرين مش قبليه عشان ما يحصلكش اصابات. بس كده، سلام.